في دكتور اتحول للتحقيق بسبب انه ساب مهنه التمريض. البوست ده كتبه دكتور جراح كان بيتكلم فيه عن رايه وعن شغله مع التمريض. المشكله بقى ان هو اتكلم عن التمريض مش بقى شغل وان هم مهنه ومش عارفه ايه، لا هو اتكلم ان هو بيحب يشتغل مع الممرضات مش الفيميلز مش الميل. ليه؟ عشان خاطر التمريض او الممرضات بيكونوا حنينين وبيهونوا عليه تعب العمليه والوقت بتاع العمليه، انما الرجاله التمريض دول خناشير وهو مش عايز، ما بيحبش يشتغل معاه. وزود التيم بله بقى، راح قال ايه ده، انا النهارده كنت في عمليه والحمد لله ربنا حس بيا وجاب لي ممرضه من دمياط ودي حنينه وجميله وشطوره ومش عارفه ايه والكلام ده كله. طبعا اللي حكاه حاجات غريبه جدا، انما الكومنتات كمان اللي كانت عنده للاسف من دكاتره بيتكلموا فيه عن حاجات زي كده، وانهم ناس كبيره في السن. وفي كومنت استغربت انا شخصيا يعني بيقول ان انا بشوف ان التمريض او الممرضات دول متعتنا في المستشفى. الدكتور عنده الجراءه ان هو يتكلم عن الممرضات اللي هم شغالين معاه في المستشفى وبيشوفهم كل يوم بالطريقه دي. انا شايفه ان البوست ممكن يكون هزار وممكن يكون خانوا التعبير. انا بصل بعد كده هو ايه بقى، للاسف في مصر الممرضات مباحين تتكلم معاهم بطريقه مش كويسه، متاحين تتكلم عليهم، مباحين تتكلم عن اخلاقهم، مباحين تتكلم عن جمالهم وتعكسهم، وبتكون متخيل ان هم مبسوطين. يعني انا لو دكتور عاكسني يا سعد يا هنيه، احنا بنتخانق دلوقتي على مين يعكسها دكتور. ما بنشوفش الحاجات دي عن الستات اللي متخرجه من طب او صيدله او اسنان، بنشوف الموضوع ده عن التمريض بس. بما اني ممرضه فللاسف الحاجه دي بتحصل مع التمريض، بس ان احنا بتبص لنا بصه دونيه. وطبعا في شق احنا مالناش دعوه بيه، وفي شق في ناس مننا من التمريض ليها دعوه بيه. ان في ممرضات للاسف بتتعامل مع الدكاتره كنص الهه وكربع الهه، والدكتور يخش من هنا تخاف وترتعب وتهزر وتقبل ان هو يزعق لها وتقبل ان هو يعلي صوته عليها وتقبل وتقبل وتقبل. ودي يعني حتى هي مش بتاذي نفسها، هي بتاذيني انا لما الدكتور ده يجي يكون عنده اكسبكتيشنز كده ان لا ده انا هزعق لك وانت هتسكتي. فبعد اذنكم يا ممرضات يا حلوين بلاش تتعاملوا مع الدكاتره يعني كده، لا احنا زمايل في الشغل وهو موظف زيه، ملوش ان هو يزعق لي، ملوش اي حاجه عندي، وماليش برضه ان انا اهزر معاه كانه ابن اختي، عيب يعني.